أستاذة حياة، بنحبك وبنحترمك، ولكن لا تدعمي الحسالة عشان نفضل نحبك ونحترمك. خلي التعليق ده معانا كده ونشوف التعليق اللي بعده. التعليق اللي بعده كان بيقول ان انتي اندفعتي، لقد وقعتي في الفخ، ان انت وقعتي في الفخ واندفعتي بانفعالك وغبائك وفي الموضوع بتاع البنت بتاعت الاتوبيس. شكرا جدا على غبائي، وشكرا جدا للاراء الشتيمه، كميه الشتيمه بقت كتير اللي انا اتشتمتها على الموضوع ده، والحقيقه كل ده مش مشكله خالص. المهم خليني اقول لحضراتكم ان انا كنت منفعله طبعا من اللي حصل، ولكن انا قلت تحديدا ان دي القشه التي قسمت ظهر البعير، ان ده مش اول موقف، ان دي مش اول حاجه تحصل. يمكن احيانا بيحصل مواقف او بيجي موقف كده يجيب اخرك بقى من الاخر. واتكلمت برضو تحديدا عشان الواحد ما بيبقاش منفعل فمغيب مش عارف بيقول ايه. قلت ان اللي قال لها بصي انت لبسك ايه وتعرفي ايه انت عن الدين، الدين براء منك. بعيدا بقى الولد اتحرش، الولد ما اتحرش، الحاجه ابو سبحه هو ايش عرفه بدينها، ايش عرفه بعلاقتها. هتقولوا لي البيرسينج اللي في شفايفها شكلها بيقول كذا مش عارفه ايه. هي دي القصه، انا اتكلمت على كلامه هو، انا ما اتكلمتش انا شفت اتحرش. هي قالت انه تحرش لفظي، وان هو بقاله ما يقارب الاسبوع، وان هي ما صدقت، او يعني لما شافته في الاتوبيس افتكرت شكله فقالت ان هو سرقها، عشان يمكن الناس لما يعرفوا ان في موضوع سرقه ولا حاجه ان هم يتنحرروا شويه معاهم. وعلى فكره ده اللي اثبتته التحريات، ان هو فعلا اتحرش بيها تحرش لفظي من اسبوع، وان هي وان هو طالع بكفاله. عشان الحاجات اللي اتضربت امبارح وتقرير النيابه، يعني حتى الاي اي اللي عمل بتاع تقرير النيابه ده بالاي اي ما خدش باله انها مكتوبه النيابه العامه مش النيابه العامه، النيابه العامه. اخطاء املائيه بالعبيط، وان انتظروا مش عارفه نايس يقول كامينج سون تقرير النيابه ده على اساس ان احنا مغفلين مش عارفين بيانات النيابه بيبقى شكلها ايه. فالمهم كل الفيك، وان شركه الاتوبيس الترددي طلعت هي نفت ان حصل تحرش في اتوبيساتها، ما نفتش ان حصل واقع تحرش اصلا. وبعدين تحرش لفظي، هو الكاميرا هتجيبه ازاي؟ الكاميرا كانت هتجيبه ازاي؟ هي قالت تحرش لفظي، هي ما قالتش ان مد ايده عليها مثلا يعني. ولكن الناس بتتكلم على القصه دي، فانا حضراتكم ذكرت موضوع الاطفال بتوع الكيجي، وان الموضوع بقى متكرر بشكل مش احسن حاجه، وفكره لبسك ومش عارفه ايه. طب الطفل بتاع كيجي كان لابس ايه يثير غريزه حد حيوان من اللي تحرش بالاطفال دي، اللي هو كان اخرهم الجنايني اللي اتحكم عليه بالاعدام. الطفله اللي عندها 13 ولا 14 سنه واحد حاول يغتصبها وكان عايز يفقع عينها وبرضه اتحكم عليه بالاعدام. انا اتكلمت تحديدا في النقطه دي. الناس اللي دايما بتقول ان اللبس هو السبب، ان الشكل هو السبب، يا استاذه هو انت مش شايفه البيرسينج اللي موجود في شفايفها؟ مش شايفه منظرها عامل زي عبده الشيطان؟ مش شايفه؟ انا مالي يا فندم، انا ما بحبش الشكل ده. ولكن هل ده يخليني مثلا لو هي قالت انا تم التحرش بيا فانا عشان شكلها اقول شكلها يخليها يتحرش بيها، او ان حلال فيها التحرش؟ زي ما في ستات قالوا كده، في تعليقات قالوا كده، في ستات طلعوا قالوا بصوا منظرها، عاداتنا وتقاليدنا. مع عاداتكم وتقاليدكم ان في مثلا ناس ما بياخدوش الورث، يقولوا البنت ما تاخدش ورث. عاداتكم وتقاليدكم، واحده حطت رجل على رجل الدنيا قامت ما قعدتش. عاداتكم وتقاليدكم ايه؟ العادات والتقاليد انتم محسسين ان هي دين، ده الدين بيقول مالكش دعوه، غض بصرك. الدين بقى، الدين اللي هو الاساس بيقول غض بصرك. ولكن طبعا زي ما حضراتكم طبعا اكيد شفتوا التعليقات، كميه شتيمه مش طبيعيه مش طبيعيه. ليه يا فندم؟ وانا قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه، او انا لا ادعم هذه البنت في هذه القضيه تحديدا. انا بتكلم عن المبدا العام، انا بتكلم على ان الموضوع بقى منتشر، ومش منتشر عشان حصل تغير في المجتمع المصري خالص. كل الفكره ان بقى فيه سوشيال ميديا، كل الفكره ان بقى فيه موبايلات، كل الفكره ان انت عشان توثق حقك النهارده في خناقه مش عارفه ايه الحاجات اللي بتحصل دي. والحقيقه الحمد لله والشكر لله الداخليه متعاونه جدا 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 في الموضوع ده. فالناس بقت تصور، يعني اخرهم اول امبارح واتقبض عليه برضه واعترف، وقبل ما يعترف الناس قالوا على البنت دي عاهره. ليه يا فندم؟ لانه هي كانت قاعده في ميكروباص تقريبا وهو كان بيمد ايده كده، فهي استنت ايه يعني ايه حاسه بيه. اول ما مد ايده هي صورته وشالت الهدوم وصورته وهو بيتحرش بيها واتقبض عليه واعترف بالواقعه دي. تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟
اللي انتوا شفتوه ده الناس قالوا عليها عاهرة. هي ليه تستنى؟ هي ليه تستنى؟ هي عشان عارفة ان في ناس، بعض الناس مريضة هتقول هو فين ده، هو قرب لها، هو جه جنبها، محدش جه جنبها. هي استنت عشان تعرف تثبت حقها، ومع ذلك اتقال عليها عاهرة. البنت بتاعت الواقعة بتاعت الأتوبيس دي عشان شكلها وصل السفالة للبعض ان هم خاضوا في عرضها وقالوا ان البنت شكلها اصلا مش بنت، شكلها ليست عذراء. انتوا شايفين ان ده طبيعي؟ يعني انتوا شايفين ان ده منطقي؟ فانا تميزت او يعني اتصفت بالغباء عشان انا كنت منفعله. انا مش منفعله من الموقف ده فقط يعني انا منفعله من عده مواقف ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. والحقيقه برضو يعني انا يعني في حاجات كتير جدا في الموضوع ده. يعني مثلا يعني قبليها على طول ان كان في واحده وابنها توفاهم الله، لقوهم ميتين في بيتهم، فخيرا لما جعلوا خير يدوروا يمين. المهم يعني من الاخر طلع ان اللي قتلهم انتقاما من الشاب اللي هو اتقتل هو وامه ده، علشان كان اتخانق معاه وضربه عشان التاني كان بيعاكس خطيبته. فلمجرد ان الولد اتخانق عشان التاني بيتخانق مع خطيبته، فالتاني حب ينتقم منهم فقتله هو وامه. فالمفروض حضراتكم ان احنا نشوف الحوادث دي تقريبا يوميا، والواحد يقول ايه، يعني يقول ايه. وبعدين كمية الدفاع المستميت عنه وربطه بالإسلام وإن في حرب على الإسلام. إيه العلاقة يا فندم؟ إيه العلاقة؟ إيه علاقة الولد ده بالإسلام؟ إيه علاقته بيه؟ يعني مش فاهمة حرب على الإسلام ليه؟ فالفكرة حضراتكم ليست دعما لشخص، انا بتكلم على الفكرة، المبدأ العام، الفكرة بتاعت التحرش، الفكرة ان انت تربط ده باللبس، ان شكلها. في ناس طبعا قالت ان اللبس ده جزء، طبعا. طب حضرتك ايه رأيك في المنتقبة اللي بتتعاكس؟ لكن انا لابسه هو نقاب، وبص لاقي الشاب انا ماشيه من قيمه اسبوع بيقول لي ايه حلوه يا بيضه انت جميله قوي. طب هو شايف مني ايه؟ لا شايفني حمراء ولا شايفني زرقاء ولا شايف مني اي لون. ببص له وخدت بعضي ومشيت. ليه شاب صغير جدا يعني اعتبر انا زي انا امه وبيعاكسني مثلا. يعني ايه رأي حضرتك في المحجبة اللي بتتعاكس؟ ايه رأيك في الرضيعة اللي اغتصبت؟ ايه رأيك في الطفل الذكر اللي بيتم التحرش بيه؟ هل الملابس علاقة بالموضوع ده؟ لما انا اتكلم في الموضوع ده واقول ان القصص والحكايات والكلام ده كله يعني بقى شيء مستفز وبقى شيء مقرف، بقيت انا غبية وان وقعت في الفخ. والحقيقة يعني الناس اللي وفي بعض الناس قالت لي يعني ما كناش نتوقع منك كده. احيانا ربنا ما خلقنيش في الدنيا دي عشان احقق لحضرتك توقعاتك خالص. يعني ارائي تخصني، لما اكون بتكلم في حاجة رأي شخصي دي تخصني انا، بتاعتي انا، الحقيقة مش هتراجع عنها، انا مش هتراجع عنها. فكرة التحرش وان الواحد يقول اصلي مش عارف، الموضوع في النيابة. يعني هو طالع بكفالة 1000 جنيه على ذمة قضية، النيابة قالت ان هو مظلوم، البنت تتحاسب على كذبها، النيابه ادانته يتحاسب على التحرش بتاعه. ولكن التحرش اللفظي انتوا كنتوا عايزين الناس يعني تشوفوا ازاي، اذا كانت هي قالت اصلا ان هو بقاله اسبوع والتحريات اثبتت ان هو تحرش بيها لفظيا من اسبوع، وده كلام المحامي بتاعها، وطالع على ذمه قضيه، يعني مش على الاسفلت، ويعني مش براءه، ويعني مش حاجه. وما تجوش تمسكوا في دي وتسيبوا الباقي. ده انا ممكن اعمل لكم حلقه كامله على التحرشات، على الاغتصابات، على الحوادث اللي بتحصل. وبالنسبة لان في البعض من جنسية احدى الدول يعني كده دخلوا ذاته، كل بلد وفيها اللي فيها، مفيش بلد ما فيهاش. فارجوكوا بلاش زياط على حس المصريين، لان انتوا بلاويكوا كتير جدا جدا، فبلاش، علشان انتوا مش ملايكة بجناحات. ويعني يكفي ان احنا بنتكلم على السلبيات، والحمد لله والشكر لله بيتقبض عليهم وياخدوا عقابهم وبيتحكم عليهم، واحنا بنشتغل او ان احنا كلامنا عشان احنا مش عايزين ده، احنا عايزين يكون في عقوبة رادعة للقرف اللي بيحصل ده. القانون هو اللي هيرضع ده. لكن لا تقول لي بقى حرب على الاسلام ولا ما. ايه يا فندم، ايه يا فندم؟ يعني ما الشيخ ده، فاكرين الشيخ ده يا اختاه قال لك ان حتى المنتقبة يعني فتنة. ليه يا فندم المنتقبة فتنة؟ قال لك اصله بيتخيلها. اوعى يكون اي اخت متصورة ان النقاب مش فتنة، لا. أنا حدثني رجال كثيرون من الشباب قالوا النقاب بيفتن أكثر من المرأة المتبرجة، منتقبة بتفتن أكثر من المتبرجة. ليه؟ قلت له ليه يا ابني، إزاي بتفتن يعني؟ قال لي أنا بصور المرأة المنتقبة كما أريد. هو ده كلام شباب.
ده بيتخيلها والله شيخ قال كده، او شكله شيخ او بيتقال عليه شيخ. يعني حتى المنتقبه المريض نفسيا هيتخيلها فبقت فتنه. فحضراتكم بالنسبه للناس المحترمه، طبعا تعليقاتها محترمه اللي ما كانتش متوقعاني انا، يعني مش موجوده عشان احقق توقعات حضراتكم، وخصوصا لما يكون الكلام بالشتيمه والتطاول والتجاوز، ده غير مقبول اصلا. اما بالنسبه للناس اللي قالوا لي يعني بنحبك وبنحترمك، انا كمان والله بحبكم وبحترمكم، وعشان كده انا بخاطب عقولكم، مش بستغل حاجه او مش بستغل زيطه في حاجه معينه فحظيت معاها عشان يعني اجتذب جمهور معين. انا بخاطب عقل حضراتكم، فزي ما حضراتكم بتحترموني انا كمان بحترم عقولكم. اما بالنسبه للمحبه وكده، ربنا يديم المحبه والموده. انا ما بغيرش رايي، وكلامي مش على شخص او على شخصيه واحده، انا بتكلم على مبدا عام. التحرش ده شيء مقرف، ربنا يبعده عنكم وربنا يحفظ بلدنا ويحفظكم يا رب.